خلاص اعتقد انه يعني عبء على الجميع، واخويا العزيز امين والاسره الكريمه في تفضلهم باعطاء هذه الفرصه. مش هطول على حضراتكم اطلاقا عشان يعني الوقت مش مناسب، الا اننا يعني استمعنا الى حديث في شيء من التفصيل من الاخ العزيز الفاضل هلال الغزالي، الرجل الملم ذو الخبره والرؤيه التي تمرس عليها لفتره طويله. من هنا يجب ان نضيع مثل هذه الفرص التي يتيح لنا وجود ذوي الخبره فيما بيننا، حتى لاضاءه الطريق امامنا فيما هو ممكن وغير ممكن، حتى يكون تحركنا على رؤيه واضحه وسليمه باذن الله. دون الدخول في التفاصيل، يعني اذا شرطت باني احظى بموافقة من عدد مناسب من حضراتكم ومن أهل المنطقة الكرام، أعد أننا لا تضيع فرصة في أن أحقق كل ما نحتاج، لا تضيع فرصة. وقد أدعي لدي من الخبرة مشوار طويل، لدي من الخبرة في الحياة العسكرية الناجحة، وتمرست فيها على شتى الخبرات لفترة طويلة جدا. انتهت قيادة القوات الجوية لفترة طويلة، وسبقتها خبرتي في الداخل والخارج بما فيها الجانب العلمي الذي حصلت خلاله على أعلى الشهادات العلمية، والجانب العملياتي الذي تمرست خلاله من التعاون مع كافة السفارات على المستوى العالمي. اعتقد اننا صاحب من خبرة لم يكن يعني علامة تميز شخصيا، ولكنها كانت تكليف وواجب وطني كان علي ان ادفعه من دمي وعرقي خدمة لوطننا الحبيب الذي قدم لنا كل ما يستطيع، وما علينا الا ان نرد له بعض الجميل. بعد ذلك بتوجهي او بانتقالي بعد خروجي من القوات الجوية للعمل وزيرا للطيران، سبحانه وتعالى وبرضا الوالدين يعني تمكنت من خلال التعاون مع رجال الشتاء انشغلوا للعمل في قطاع الطيران المدني، لم تختصهم الى الخبره والى الرجوله ولا الامانه. كانوا يعني خير الوسيله التي استندت اليها في اني احقق للطيران المدني ما يتحدث عنه العالم باكمله. الشهادات والتقديرات التي حصلنا عليها في قطاع الطيران المدني شهادات على المستوى العالمي بتقول ان مصر انتقلت من مستوى الى مستوى ثاني خالص خلال هذه ال10 سنوات التي امضيناها في الطيران المدني. بفضل الله لما رحنا الطيران المدني كان اول طلب لي من مجلس الوزراء ان احنا نرفع خالص اداره الطيران المدني من ميزانيه الدوله، على ان نعتمد على انفسنا وعلى سواعدنا بحيث نشيل هذا الاكل من على كاهل الحكومه او كاهل الدوله. وقد كان رجعت تماما الخانه بتاعت وزاره الطيران المدني بعد ما كان بيصرف على مصر الطيران، بيصرف على المطارات، بيصرف على المرتبات، بيصرف على سير الطيران، كل شيء كانت الحكومه تعمله، ومع ذلك مش هيشمها مش حاجه اسماعيل مش هيشمها. احنا الصعايده مش هنخلي ابو سعيد يشمها. خلص الكلام. ايه بص يا حبيب قلبي، ما دام الصعايده قرروا حاجه الموضوع انتهى، ما تتعبش نفسك وتتكلم كتير. احنا ما دام الصعايده قرروا حاجه الموضوع انتهى، ما تتعبش نفسك. كان مكسب 650 مليون دولار اننا بنشتري الطياره على انت عارف ابو اسماعيل لو ندي المرتبات على حسابنا، بندي مرتبات على كل شيء اللي نعمله من داخل الشركات.
بنختار المختار وبنسجل فروضنا على داير المدينة وبالتوقيت المطلوب وبمنتهى الرجولة والإتقان. الأمر اللي خلى رسميا المنظمات العالمية ابو اسماعيل لو مسك هنتنفخ، احنا شباب هنتنفخ لو اسماعيل مسك هنتنفخ علينا طبعا. اسماعيل مين يا عم؟ لأنه مشروع يتم بنجاح ولا ابو اسماعيل ولا اولاد ابو اسماعيل. سداد الفروض بتاعه على داير المدينة. لا شباب الاخوان انشطوا فعلا، شباب الاخوان انشطوا. فكرتنا المؤسسات العالمية لأنها بتجد فينا الجهة أن تقدم مشروع ناجح وبتسترد الفكرة بنجاح وبنربحها. أعتقد أن احنا ما يعني لا أسمى الله في القرار المدني هو خير شهادة لنا لمن عمل في هذا المجال. وأنا بقولش أنا بتجرأ وأطلب من حضراتكم إذا كانت على الدراسة وكل واحد منهم بنفسه إذا كان في ذلك يعني قبول من جانب البعض، عليهم أن يطمئن إلى أن الخبرة التي مارسها العبد لله في حياته العملية سواء في القطاع العسكري أو في القطاع المدني أعتقد بتغطي كافة الأنشطة اللي في الدولة. بمعنى حضرتك بتدرس في الطيران المدني عشان بس تقول على أساس كلمة اختار بتفاضل ازاي بين هذا وعبيد. في واحد أصلا من المهام عمل المشروع وعمل القرض وسدده وقابل الاعتصام وقابل التظاهر وشكل مرتبات وبنى المنشآت أقام الطرق في الآخر كسب المؤسسة وكان في مكسبها زيادة مباشرة للأسر اللي تعمل في المجال. أعتقد قطاع زي قطاع الطيران حضرتك بتجد فيه كل عناصر الدولة ممثلة. معنى ذلك إن اللي عمل في هذا القطاع وحقق نجاح هو مارس كل المهام اللي بتمارس في الدولة. يعني عنده فكرة المشروع ازاي، عنده فكرة القرض البنك ازاي، عنده فكرة الطريق ازاي، عنده فكرة التعامل مع الأفراد ازاي، عنده فكرة زيادة المرتبات ازاي.